جريمة تهز الدار البيضاء. شاب ينهي حياة والدته بطريقة صادمة بالحي الحسني. فجعة لم تكن على البال اهتزت لها جدران مدينة الدار البيضاء صباح اليوم، في لحظة جنون غاب فيها العقل والضمير. شاب ينهي حياة والدته داخل منزل الأسرة. ما الذي حدث بالضبط في حي درب النجمة؟ وكيف نجحت السلطات الأمنية في محاصرة الجاني في وقت قياسي؟ إليكم التفاصيل الكاملة لهذه الواقعة الصادمة التي حبست أنفاس المغاربة. استيقظت منطقة الحي الحسني وتحديداً حي درب النجمة بالعاصمة الاقتصادية على وقع صدمة مدوية، وحسب المعطيات الأولية التي نقلتها المصادر فإن المشتبه فيه وهو شاب يرجح أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة دخل في حالة هيجان مفاجئ. أصوات صراخ مرتفعة انطلقت من داخل المنزل مما أثار رعب الجيران ودفعهم لاستطلاع الأمر ليكتشفوا الحقيقة المرة: الأم جثة هامدة بعد تعرضها لاعتداء وحشي من قبل فلدة كبدها. فور إخطارها بالنازلة استنفرت عناصر الأمن الوطني بالدار البيضاء مختلف أجهزتها وانتقلت على وجه السرعة إلى مسرح الجريمة. باشرت الفرق الأمنية والتقنية تحرياتها الميدانية، وبالرغم من محاولة الجاني الفرار والاختفاء عن الأنظار فور ارتكاب فعلته، إلا أن يقظة رجال الأمن مكنت من تحديد هويته ومكانه في وقت وجيز للغاية. وقد جرى توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الدوافع الحقيقية والظروف المحيطة بهذا الفعل الإجرامي. هذه الجريمة التي خلفت حالة من الاستنكار الواسع تعيد إلى الواجهة ملف الصحة النفسية وضرورة التكفل بالحالات التي تعاني من اضطرابات قد تشكل خطراً على المحيطين بها. فاجعة الحي الحسني ليست مجرد خبر عابر، بل هي جرس إنذار لتفادي مثل هذه المآسي مستقبلاً. رحم الله الفقيدة وألهم ذويها الصبر والسلوان. وأنتم مشاهدين، ما هو رأيكم في تزايد مثل هذه الحوادث المرتبطة بالاضطرابات النفسية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك لتصلكم آخر الأخبار.